كان وحيد القرن على وشك يموت من العطش، وأخيراً لقى بركة مية. بس مهما استخدم كل فنون القتال اللي يعرفها ما قدرش يشرب. متضايق ومتعصب، وحيد القرن نطح الصخرة. لكن أول ما جه يشرب اكتشف إن المية بتتسرب من فتحة. وحيد القرن كان هيتقلع لسانه من كتر المحاولة. كانت حاجة يائسة فعلاً، ومع الضغط طلع طبعه العنيد وتحول لحفار وفضل يحفر قناة طول الليل. ولدهشته المية بدأت تجري لتحت. وحيد القرن اللي كان بيموت من العطش اضطر يجري وراها علشان يحاول يشرب. بسرعة اكتشف إن مفيش فايدة، فسرع أكتر. سبق المية وقرر يستنى بهدوء لحد ما توصله. لكن المية بشكل غير متوقع لفت قدام عينه. وحيد القرن ما استسلمش، رمى نفسه لتحت، عمل حسابات تقديرية وقال يلا يا صغير ادخلي بقى جوه بوقي. بس بعد ما استنى كتير في حاجة غلط. طلع يبص، يا نهار أبيض، إزاي وقع في مصرف عميق كده؟ لحسن الحظ شاف غابة خيزران قريبة. وحيد القرن عمل منها شاليموه بسيطة. المرة دي المية مش هتهرب. بدأ يشفط بكل قوته، بس للأسف حصوة صغيرة سدت الشاليموه. في يأسه نفخ بقوة وطلع الحصوة والمية في الهواء. المية وقعت على ورقة. وحيد القرن حسبها تاني، وبعد ما راقبها فتح بوقه الكبير تاني مرة. زي ما هو متوقع المية زحلقت من الورقة ونزلت تاني في الفتحة. هنا كانت النهاية. الفتحة كانت عميقة جدا. وحيد القرن صرخ صرخة يائسة. إيه ده؟ هو ده صدى؟ طلع إن الفتحة لها مخرج تاني. جات لوحيد القرن فكرة. نفخ بقوة ناحية فتحة الحفرة. للأسف سرعته ما عدتش سرعة المية اللي بتنزل. وحيد القرن العنيد حاول كتير، لكن الفشل كان بيجننه. وبعد شوية محاولات المية غطست أكتر. وحيد القرن اضطر يستخدم ودانه الصغيرة علشان يلقط الصوت. وبشكل معجزي لقى اتجاه المجرى، وبدأ يحفر حفر صغيرة جنبه طول الوقت. وفجأة ظهر قدامه بحيرة كبيرة، لكن للدهشة